السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من تعلم بايثون. الدرس جديد سس. المجموعة أو ست. شنو هي ست؟ ست هي كولكشن ديال القيم بحال ليست، لكن فيها 3 اختلافات رئيسية. 1. القيم ما تكونش مكررة. 2. ما كتحترمش الترتيب. 3. الأداء فيها سريع خصوصا في التحقق من وجود عنصر. كيفاش نكتب ست؟ مثال: فروتس يساوي آبل، بنان، أورنج. برنت فروتس. النتيجة. ملاحظة مهمة: فروتس يساوي سكوير براكتس، هذه ديكشنريز ماشي ست. فروتس يساوي ست، هذه الطريقة الصحيحة لإنشاء ست فارغة. إزالة القيم المكررة. مثال على ذلك: نمبرز يساوي بين سكوير براكتس نضع 1 2 2 3 4 4 5. يونت يساوي سيت نمبرز. برنت يونت. النتيجة: 1 2 3 4 5. بعض العمليات: A يساوي 1 2 3. B يساوي 3 4 5. برنت AB. برنت A و B. برنت A B. النتيجة المتوقعة: يونين تعطي 1 2 3 4 5. انترسكش 3. ديفرنس 1 2. ملخص: ست ما فيهاش تكرار. الأداء ديالها سريع، مفيدة في الفلترة والتحقق. عندها عمليات رياضية بحال يونين وانترسكش. تمرين تطبيقي بسيط وفعال على موضوع المجموعات sets في لغة بايثون مع الحل الكامل. تمرين بسيط على set في إزالة التكرار والمقارنة بين مجموعتين. المطلوب: 1. عندك لائحتين lists فيها بعض القيم المتكررة. list 1 يساوي بين سكوير براكتس 1 2 2 3 4 5 5. list 2 يساوي بين سكوير براكتس 4 5 5 6 7. 2. حول كل لائحة إلى ست. 3. احسب القيم المشتركة بين المجموعتين. القيم المختلفة بين ليست 1 وليست 2. اتحاد المجموعتين. اطبع النتائج. أتمنى أن تكون قد اشتغلت على التمرين لترسيخ الفكرة أكثر. الحل: الخطوة 1. القوائم الأصلية. ليست 1 يساوي 1 2 2 3 4 5 5. ليست 2 يساوي 4 5 5 6 7. الخطوة 2. تحويل إلى مجموعات sets. set 1 يساوي set list 1. set 2 يساوي set list 2. الخطوة 3. العمليات. العناصر المشتركة intersection. كون يساوي set 1 و set 2. العناصر المختلفة difference. difference يساوي set 1 set 2. الاتحاد يوني. يونين يساوي set 1 set 2. الخطوة 4. طباعة النتائج. برنت set 1 set 1. برنت set 2 set 2. برنت كوم من elements كوم. برنت different in set 1 not in set 2 difference.
برنت يونين اوف بوث سيتس يوني. نتائج متوقعة. ست 1 1 2 3 4 5. ست 2 4 5 6 7. Common elements 4 5. Different in set 1 not in set 2 1 2 3. Union of both sets 1 2 3 4 5 6 7. سلام. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.